الزراعة. سيد الوزير، هناك مجموعة من الشباب السيد الوزير، احنا كنواب برلمانيين عن الأقاليم الصحراوية. أنتم السيد الوزير شادين طريق يوقف عليك شاب عنده 21 أو 30 سنة يقول لك أنا باغي نخدم. ولكن كنطمحوا السيد الوزير انها حتى من الناحيه الاجتماعيه تكون جد مهمه. اولا هي بانها حاول ما امكن نشغلوا فيها شباب الاقليم اللي عبر على استعداد وانه يعمل في هذا البناء، ولكن كنتفاجئوا بان الشركه اللي مختصه في البناء كتعتمد على معطيات او معطيات خارج الجهه. اذا السيد الوزير املنا فيكم كبير كما كنعرفكم دائما انكم تساعدونا في تشغيل شباب اقليم المنطقه الذين يتطلعون لهذا المشروع الملكي الكبير لامتصاص البطالة بجهة داخل وادي الذهب والأقاليم الجنوبية للمملكة، أمام احتجاج عدد من الشباب من حيث لآخر بوابة الميناء من أجل التعبير عن رفضهم لإقصائهم من حقهم في الشغل من طرف الشركات التي تشرف على الأشغال. نتساءل عن الإجراءات المتخذة لتسريع وتيرة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للموانئ قادرة على تلبية المتطلبات الاقتصادية والوطنية والدولية. شكرا السيدة الرئيسة، شكرا السادة النواب المحترمون. أنا بغيت فقط أكد بأن اليوم كاين واحد الاستراتيجية كما تعلمون وطنية في هذا الإطار، وتم التسريع ديال الإنجاز ديالها والعمل على تحقيقها. أولا عندنا تم إنجاز المرحلة الأولى من الميناء الجديد للسوائب بأسفي، ويتم حاليا إنجاز أشغال المرحلة الثانية من طرف المكتب الشريفي للفوسفات. بالنسبة للميناء غرب المتوسط راح وصلنا ل 85% ديال الإنجاز. السنة المقبلة إن شاء الله غتنتهي الإنجاز ديال هذا الميناء باش أننا يمكننا نستغلوه في بداية سنة 2025. بالنسبة للميناء الجديد ديال الداخلة الأطلسي فدارت كذلك مرحلة أولى، وحنا دابا دخلنا في المرحلة الثانية، والفكرة وهو أنه يكون جاهز إن شاء الله في أفق سنة 2028. دارت كذلك توسعات كبرى لإعادة تأهيل البنية التحتية بحال المركب المينائي لطنجة المتوسط اللي انتهت الأشغال ديالو، ميناء جرف الأصفر كذلك انتهت الأشغال ديالو، ميناء طرفاية اللي انتهت الأشغال ديالو، واليوم تنقوم بتوسيع كل من ميناء أكادير والجبهة. وكذلك تم تأهيل ميناء الحسيمة وإعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة، وتأهيل ميناء الدار البيضاء بغرض انفتاحه على المدينة. وكما تعلمون يتم إنجاز أوراش لإصلاح بناء السفن كورش إصلاح السفن بالنسبة للدار البيضاء الذي يوجد في طور الوضع رهن الاستغلال. كان عندنا نقاش مع بعض الشركات ولكن لم نصل إلى نتيجة. إن شاء الله تنحاولوا نلقاو واحد التصور آخر باش أنه نخدموا هذا الميناء اللي هو أساسي. هنالك كذلك الدراسات التقنية المتعلقة بورش بناء وإصلاح السفن بأكادير، ولكن اللي بغيت نقول لكم وهو أن هذه الاستراتيجية اللي دارت في الماضي من هنا ل 2030 اليوم حنا تنقوموا بالتحيين ديالها والمراجعة ديالها. علاش؟ لأن هنالك العديد من الاستثمارات جديدة بحال في الهيدروجين الأخضر اللي تتطلب استغلال هذه الموانئ، وهذا تيطلب منا أننا نشوفوا ما هي الموانئ الجديدة اللي خصنا نديروا وما هي الموانئ اللي خصنا نغيروا الوجهة ديالها باش أنه يمكن نستثمروها في هذا المجال. لأن أنتم تعلمون بأن جلالة الملك عطى أولوية للهيدروجين الأخضر، وأنه غيكون واحد العرض اللي غيتقدم واللي جلالة الملك يعطي إن شاء الله انطلاقة ديالو، وهذا الجانب الموانئ تدخل في هذا الإطار باش أننا نسهلوا التصدير ديال الهيدروجين الأخضر. وشكرا. شكرا سيد الوزير. الآن تعقيب للفريق الاستقلالي. تفضل سيد النائب. إننا نثمن التوجه الجديد المعتمد في تدبير الموانئ من حيث توسيع شبكتها وإصلاحها وتصليح خدماتها وتطويرها وتأهيلها وتقوية قدرتها التنافسية أو من حيث الأوراش المينائية حتى تكون دعامة حقيقية لتعزيز السيادة المينائية يمكن أن يراهن عليها المغرب لتشكل أقطابا اقتصاديا بالنظر لموقعه يراهن على المغرب تشكل أقطابا اقتصاديا بالنظر لموقعه الجيوستراتيجي المتميز، كما هو الوضع بالنسبة لمشروع ميناء الداخل المتوسط الجديد الذي لا تخفى أهميته الاستراتيجية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن تحقيق الأهداف المتوخاة منه رهين بالاستثمار الأمثل للمؤهلات الطبيعية والطاقة البشرية المحلية، خاصة فيما يتعلق بتشغيل أبناء المنطقة الذين يتطلعون لهذا المشروع الملكي الكبير لامتصاص البطالة بجهة داخل وادي الذهب والأقاليم الجنوبية للمملكة، أمام احتجاج عدد من الشباب من حيث لآخر بوابة الميناء من أجل التعبير عن رفضهم لإقصائهم من حقهم في الشغل
من طرف الشركات التي تشرف على الأشغال بالميناء وتمكينهم من الاندماج في المسيرة التنموية التي تشهدها المنطقة بعدما أبانوا عن استعدادهم وقدراتهم على المساهمة بكل مسؤولية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الأقاليم المسترجعة. سيد الوزير، هناك مجموعة من الشباب السيد الوزير، احنا كنواب برلمانيين عن الأقاليم الصحراوية، أنتم السيد الوزير شادين الطريق يوقف عليك شاب عنده 21 أو 30 سنة يقول لك أنا باغي نخدم. سيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل سيد النائب. شكرا سيد رئيس. فعلا لا تخفى أهمية ميناء الأطلسي بجهة الداخلة والذهاب من الناحية الاقتصادية، ولكن كان طموح السيد الوزير أنها حتى من الناحية الاجتماعية تكون جد مهمة. أولا هي بأنها حاول ما أمكن نشغلوا فيها شباب الإقليم اللي عبر على استعداد وأنه يعمل في هذا الميناء، ولكن كانت تفاجئوا بأن الشركة اللي مختصة في البناء كتعتمد على معطيات أو معطيات خارج الجهة. إذا السيد الوزير أملنا فيكم كبير كما كنعرفكم دائما أنكم تساعدونا في تشغيل شباب إقليم في هذا الميناء. شكرا. شكرا سيد النائب. تعقيب سيد الوزير. شكرا الساده النواب المحترمون. انا فقط ديال الداخله الاطلسي، انتم عارفين الاهميه ديال هذا الميناء الاقتصادي والاجتماعي، ويمكن نقول لكم راه غيكون عنده واحد المكانه بحال طنجه المتوسط بالنسبه للمنطقه ككل، وهذا تيجي لانه وداخل في اطار النموذج التنموي الجديد ديال الاقاليم الجنوبيه اللي عطى انطلاقته جلاله الملك في 2015. هذا الميناء خدا عرف الانطلاقه ديالو. يمكن لي نقول لكم كذلك بانه الشركات اللي هي تقوم بانجاز هذا الميناء كلها مغربيه، وانها خدات بعين الاعتبار ودخلت العديد من الناس من المنطقه، ولكن ان شاء الله بالطبع هي عاد دخلنا في المراحل الاولى. في المراحل المقبله فهي ان شاء الله ضروري انها توظف كذلك ناس من المنطقه، لان الهدف ديالنا وحنا ركزنا عليها بقوه على انه بالنسبه لكل الاستراتيجيه، وركزنا حتى بالنسبه للجانب المتعلق بالمرسوم ديال الصفقات العموميه اللي يدخل في طول في التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر، ان على الاقل 20% ديال الناس اللي غيخدموا تيخصو يكونوا محليين. اذن هذا من الامور اللي غنركزوا عليها ونزيدوا نطوروا ان شاء الله هذه النسبه في المستقبل. وشكرا لكم. شكرا.